احنا عارفين ان مصر بسبب مكانها المتميز وارضها الخصبة خلت ناس كتيرة جدا تعيش فيها علشان تستقر، ومنهم ناس مش من الجنسية المصرية. زي دلوقتي وصل عدد الناس اللي مش من الجنسية المصرية لأكتر من 9 مليون بني آدم عايشين في مصر. بس هل بقى مصر ممكن ترفض تستقبل حد لمجرد ان هو مش مولود فيها؟ في آخر حلقة بطل النهاردة إبراهيم باشا ابن محمد علي هنعرف الإجابة عن السؤال ده. بس قبل ما نبدأ يا ريت متنسوش تعملوا اشتراك في القناة ونكمل بلس وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا. اتولد إبراهيم باشا سنة 1789 علشان يكون الابن البكر لمحمد علي من مراته أمينة نصرتلي، وعاش وكبر في قولة مكان سكن أبوه وأمه. أمه كانت أمينة نصرتلي، كانت بنت جندي من الإنكشارية، تقاعد واتجوز وخلف. علشان كده هيساعد جوز بنته في شغله الأول لما كان تاجر للتبغ التركي، بس بعد كده هيدخل جوز بنته في الأسطول التركي اللي موجود في اليونان، تحديدا في الفرقة الألبانية. في الوقت ده كانت فرنسا راحت احتلت مصر، بس بعد مقاومة من المصريين وضغط من الإنجليز وهزيمتها في عكا هتنسحب فرنسا من مصر، وكانت الفرقة الموكلة برجوع الحكم العثماني تاني لمصر كانت الفرقة الألبانية اللي موجود فيها محمد علي. فضل محمد علي يتقرب من المصريين وحبوه، علشان كده هيضغطوا على السلطان العثماني انه يعين محمد علي ولي على مصر. وفعلا هيضطر السلطان العثماني ان هو يعين محمد علي في 3 يونيو 1805 والي على مصر. وبعد شهر هيوصل إبراهيم ابنه من اليونان مع أمه وإخواته تصن وإسماعيل وتوحيدة ونظلة. في الوقت ده إبراهيم عنده حوالي 16 سنة، بس يعينه أبوه المسؤول عن القلعة اللي بتحكم مصر كلها، اللي هي قلعة صلاح الدين الأيوبي. بس في سنة 1906 في وسط ما كان عايش إبراهيم في مصر وبدأ إن هو يتكلم عربي زي المصريين من اللي اتعود عليهم، يضطر إن هو يسافر كرهينة للإسطنبول لأن السلطان نقل محمد علي لسالونيك. بس محمد علي رفض بدعم من المصريين وكان عايز إن هو يفضل والي على مصر، فعمل اتفاق ما بينه وما بين السلطان العثماني إن هو يبعت إبراهيم عقبال ما يبعت محمد علي الفلوس علشان يبقى والي على مصر. هنا بقى إبراهيم كره الأتراك كره العمى، بس اضطر إن هو يسافر، بس يرجع مرة تانية مصر بعد ما يقدر محمد علي إن هو يطرد الإنجليز في حملة فريزر سنة 1807. لا وكمان يتعين في منصب بيعادل دلوقتي منصب وزير المالية. هنا بقى لازم نعرف إن إبراهيم كان أعز ولاد محمد علي ليه، لأن هو كان مكمل لشخصيته. فلو محمد علي كان شخصية السياسي الشاطر، فإبراهيم الجندي القادر إن هو يجبر أي حد ليه. علشان كده في أول مارس سنة 1888 في وسط ما محمد علي كان مستغل طلب السلطان العثماني بإنه يقضي على الحركة الوهابية اللي كانت في الحجاز، عمل الحادثة الشهيرة بتاعته مع المماليك، لأن المماليك في الوقت دول كانوا حلفاء للإنجليز وكانوا عايزين ينقلبوا على محمد علي علشان هم اللي يحكموا مصر مرة تانية. وهنا هيعمل الوليمة الضخمة ليهم، وهنا هيقول لهم إن هم يمشوا ورا الجيش في الموكب بتاع الحملة اللي رايحة الحجاز. بس قبل ما يخرجوا من باب العزب هيتقفل الباب وهيموتوا كلهم، بس كان لسه فيه شوية مماليك، فعلشان كده محمد علي هيبعت ابنه إبراهيم للصعيد علشان يقضي عليهم. وفعلا يقضي عليهم في حاجة أشبه كده بمذبحة القلعة، بس تتسمى مذبحة إسنا. مات فيها حوالي 400 مملوك بعبدهم. وفي الوقت ده كانت الحملة الوهابية فيها مشاكل، فيروح إبراهيم ويقدر إن هو يدخل عاصمة الحركة الوهابية، وعلشان كده هتبقى أسرة محمد علي هي المسؤولة عن الحرمين الشريفين، والسلطان هيدي لأسرة محمد علي ولاية جدة، فيتعمل التكية المصرية لخدمة الحجاج والمعتمرين. ده غير دار صناعة الكسوة اللي كانت اتعملت في القاهرة في الخرنفش. بس مش ده أهم إنجاز لإبراهيم. أهم إنجاز لإبراهيم باشا هو الجيش. محمد علي كان عارف إن مفيش دولة هتقدر إن هي تفرض نفسها على الساحة العالمية غير لما يكون ليها جيش قوي، فيفكر في تجنيد السودانيين. بس عقبال ما يوصلوا للقاهرة كانوا بيموتوا بالآلاف، حتى لما جاب لهم محمد علي دكاترة من أمريكا ماتوا برضه. فكان الحل اللي كان بيأيده إبراهيم باشا هو تجنيد المصريين بمساعدة سليمان باشا الفرنساوي، اللي هو كان في الأصل
قائد في جيش نابليون بونابرت. كان اول اختبار للجيش المصري كان هي حرب المورة، ونكتشف في مراسلات ما بين ابراهيم باشا ومحمد علي بتوضح ان الجيش العثماني كان بياخد الاكل والمؤن من الجيش المصري، ده غير ان هو بيتدخل في قرارات الجيش المصري. فيضغط محمد علي على الدولة العثمانية علشان يبين ان الجيش المصري ده مستقل عن جيش اسطنبول. بس تحصل معركة نافارين ويتحرق الجيش العثماني كله، بس الجيش المصري يتحرق اغلبه. فالسلطان يجبر محمد علي ان هو يكمل بالباقي من الاسطول، بس يروح ابراهيم بمشورة من محمد علي ان هو يعمل معاهدة انسحاب مع اوروبا. وهنا نشوف ان اوروبا بقت بتشوف مصر كدولة منفصلة عن اسطنبول، وكمان بتعمل معاهدات معاها، مش لازم ان هي ترجع للستانة علشان تعمل المعاهدات. ويرجع ابراهيم باشا على مصر علشان يبدأ في حملة الشام وياخد عكا بعد ما كان نابليون بونابرت عاجز عن السيطرة عليها، وده بفضل الفرقة المهندسين في الجيش المصري اللي شافوا ضعف في جانب في سور عكا، علشان كده هيركزوا عليه ويقدروا ان هم يخشوا عكا. وتتوالى انتصارات بقيادة ابراهيم باشا لغاية ما يقدر ان هو ياخد كل ولايات الشام، لا وكمان يقدر ان هو يخش على الاناضول اللي هي كانت دلوقتي العمق بتاع اسطنبول، ويقدر ان هو ياخد قونيا ويوصل لغاية كوتاهية، وخلاص هيكون فاضل ايام على ان هو يسقط اسطنبول. بس في ضغط اوروبي هيوقف ان ده يحصل، وهيعمل معاهدة اسمها معاهدة كوتاهية، بحيث ان ابراهيم باشا والجيش المصري يرجعوا تاني على الشام ويسيبوا منطقة الاناضول للسلطان العثماني. بس السلطان العثماني شاف في المعاهدة دي هدنة مش معاهدة، فعلشان كده هيقرر ان هو يعمل جيش كبير جدا. وبالرغم ان الجيش العثماني كان اكبر بكتير من الجيش المصري، وكمان كان الجيش المصري كان دخل في معارك كتيرة فانهك، الا ان الجيش المصري هيقدر ان هو يدخل الجيش العثماني في اكبر اذلال ليه في الحرب اللي اتسمت بعد كده حرب نزيب، لدرجة ان الجنود العثمانيين كانوا بيموتوا غرقانين في نهر الفرات وهم بيهربوا من الجيش المصري. ده غير ان قائد الاسطول العثماني راح على الاسكندرية وسلم الاسطول العثماني لمحمد علي، وقرر ان هو يعيش هناك في مصر. لما تشوف انجلترا ده تجبر محمد علي ان هو لازم يعمل معاهدة لندن سنة 1840، وهنا بقى هيرفض ابراهيم باشا المعاهدة دي، بس هيضطر ان هو يقبلها. بس يبتدي هنا مرحلة السكون في حياة إبراهيم ابن محمد علي، ويرجع تاني لعيلته اللي هو كان أساسا كان متجوز ستات كتير، بس كانت أشهرهم هي هوشيار هانم اللي هي تبقى أم الخديوي إسماعيل، وفي نفس الوقت هي تبقى أخت مرات السلطان العثماني كان اسمها برتونيال، وفي نفس ذات الوقت هي أم السلطان عبد العزيز الأول. بس لما يبدأ عقل محمد علي إن هو يضطرب فيمسك إبراهيم باشا الحكم، بس يموت بعد 6 شهور بس، ويدفن في مقبرة بتاعة أبوه، لأن محدش كان متوقع موت إبراهيم باشا. هنا بقى نشوف في تمثال أبو صبع اللي في ميدان الأوبرا، على الرغم من إن التمثال ده لإبراهيم باشا اللي أساسا ثورة 52 لما جت شالت أسرة محمد علي، بس التمثال ده ما اتشالش وفضل موجود لغاية دلوقتي علشان يكون اعتراف إن مصر بتقبل أي إنسان مادام هو حاسس إنه جزء منها، وقدم ليها حاجات كتير. وبس كده خلصت حلقتنا. وبما ان انتوا وصلتوا للجزء ده يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا لنا تحت في التعليقات تمثال ابو صبع عشان نعرف ان انتوا وصلتوا للجزء ده. وبس كده، مع السلامة.